ماما بقول لك انا هدخل انام، اوعي تصحيني وتعملي دوشه جامده عشان بتخض جامد وممكن اعمل بيبي على نفسي. اصحي يا فريده، اصحي يا فريده، فريده فريده فريده، فريده يا فريده يا فريده. ايه ده؟ فين يا ماما؟ مش انا قلت لك قبل كده لما تيجي تصحيني ما تعمليش هيصه عشان انا بتخض؟ قومي يا فريده، انا جبت لك فرخه اغسليها وتبليها واعمليها علشان تيتا جايه النهارده وطالبه فرخه مشويه. يا ماما انا مش هقدر انا اغسل فرخه واعملها، انا عندي فوبيا من الفراخ، بحس ان هي بتمشي على ايدي كده وهتاكلني. مفيش الكلام ده، لازم تواجه مخاوفك علشان تخفي من موضوع فوبيا الخوف من الفراخ ده. يلا قوم. مالك اتخضتك كده ليه؟ فيها كنت ظريفه خضتيني، انا افتكرت فرخه سحلت وهتاكلني. الفرخه هتاكلك؟ عايزه فريده. يا فريده انا كنت بهزر معاكي، تعالي خلصي اللي انت كنت بتعمليه عشان تيتا جايه. A few moments later. هو انتوا مش هتاكلونا ولا ايه؟ فين يا بنت الفرخه اللي انت قلت لي انا عاملاها لك النهارده؟ حاضر يا ماما حالا، هقوم اعمل الاكل صواريخ. يلا يا ماما انا جعانه قوي، فين الاكل؟ هنموت من الجوع يا ماما، يلا جعانين. جايه اهو. الله يا بت، ريحه الاكل يجنن وشكله يفتح النفس قوي. قومي يا فريدة، هتلاقي الفرخة متغطية بسرفيس على البوتاجاز، هاتيها وتعالي بسرعة. حاضر يا ماما. ايه ده؟ يا مالها الفرخة بقت خفيفة كده ليه؟ يمكن القطه كلتها ولا حاجه؟ وهي القطة برضه بتمصمص الفرخة وتطلع منها العظم وترميه وتحطه في الطبق وتغطيه. ايوه صحيح، القطة عمرها ما تعمل كده ابدا، القطة انتش واجري على طول. هتكون راحت فين بس؟ حد
وكلها اكيد انتم خدتم بالكم. قولوا لي بسرعه علشان انا ناويه اموته. طب دلوقتي الفرخه اختفت واحنا لسه ما كلناش، الحل ايه بقى؟ بصوا كلوا المكرونه دي بقى وخلاص لحد ما انزل اجيب حاجه وهجيلكوا صواريخ. بنتي وانا عارفاها كويس راحت تجيب لي فرخه تانيه بدل الفرخه اللي ضاعت دي، حبيبه امها. A few moments later. ايه يا بنت اللي انت جايباه ده؟ اصل انا كنت ناويه اشتري فرخه تانيه بس الفلوس ما عدتش. فرخه تاني؟ ده انت بتحلمي يا ماما، استني بقى شهر ولا 2 لما بابا يجيب فرخه تاني. اصل ماما كان نفسها في الفراخ قوي. خلاص بقى المره الجايه. المره الجايه؟ انت بتحلمي يا ماما، قدامك بقى شهرين 3 لحد ما الحاج يحن علينا ويدينا نجيب فرخه كمان. تعالوا شوفوا جبت لكم ايه. جبت لنا ايه يا بابا؟ جبت لكم فرخه مشويه، ان شاء الله محد حوش. انا قلت ان انتوا بقالكم كتير ما بتاكلوش فراخ، فقلت اجيبها لكم جاهزه. اوعي تقولي لي يا فريده ان انا جبت فرخه واتسرقت. لا يا ماما تخافيش، مش هقول له ان الفرخه اتسرقت. ايه؟ فرخه اتسرقت؟ فرخه ايه واتسرقت ازاي؟ انطقي. اصل يا بابا ماما اشترت فرخه عشان تعملها عشان تيتا جايه عندنا، فهي عملتها وسوتها والقطه دخلت المطبخ وكلتها. كده بقى القطه هي اللي كانت الفرخه؟ روح هاتي لي القطه دي. عاوز القطه ليه يا بابا؟ مالكيش دعوه، قولي لي بس هي الفرخه كانت حوالي قد ايه؟ حوالي 2 كيلو يا بابا. ماشي، انا عايز بقى القطه دي. الميزان مديني 2 كيلو، اذا كان ده وزن الفرخه فين القطه؟ ولو كان ده وزن القطه فين الفرخه؟ Run. وانتهت حلقتنا ووصلنا للسؤال، حد فيكم بقى قدر يوصل ويعرف مين اللي سرق مني الفرخه؟ اكتبوا لي وقولوا لي بسرعه، بس قبل اي حاجه طالما وصلت لحد هنا لازم كلنا ننزل نعمل لايك. دلوقتي بقى انا بشكر اصدقائنا مريم محمد فريد ومي غريب وياسر عماد وساره محمد وسامة مصطفى. ما تنسوش اللي لسه ما اشتركش في القناه وانضم للعيله الكبيره بتاعتنا عشان يبقى ملفوف صغير يشترك بسرعه، ونشوفكم بخير. يا وتنقلنا نيحو. التيتا جايه النهارده ونسيت وطالبه فرخه وطالبه فرخ. شويه ما تنسوش